كنت مؤمن دايما إن كل حكاية ليها 3 نسخ، نسختك ونسختي والحقيقة. وعارف كمان إن وقت الخصام محدش بيشوف الحقيقة، بس ده مش معناه أبدا إن الحقيقة تموت. الحقيقة هي إني أب، ولكن السلام عليكم. كلنا شفنا مسلسل أب ولكن اتعرض في رمضان ويطرح مشكلة مهمة جدا، مشكلة على عكس سير نمط المسلسلات المصرية بيبين مشكلة مهمة جدا، وهو مشكلة الأب ورؤية أطفاله. النهارده هنتكلم عن موضوع رؤية الطفل أو رؤية الصغير، والقانون المصري بينظمه إزاي، وحقك القانوني في إنك تشوف أولادك سواء تم الانفصال أو إنك على ذمتك وفي خلافات زوجية وهي قاعدة عند والدها. فالقانون بينظم الموضوع ده ازاي؟ تابع معايا الحلقة علشان نوضحها ونشرحها مع بعض. اهلا بيكم، معكم كريم عيد، بنشرح ونوضح القانون ببساطة وبنقول الافكار القانونية بسلاسة علشان الكل يفهمها. طبعا القانون احق للاب انه يشوف اولاده، ده حق قانوني وحق انساني. من حق الاب انه يشوف الصغار أي أولاده ويطمن عليهم. وفي حالة فشل المحاولات الودية بنلجأ إلى ما يسمى دعوى الرؤية. طب إيه هي دعوى الرؤية؟ دعوى الرؤية هي الوسيلة اللي بناء عليه بتشوف أولادك بعد الانفصال أو الطلاق، وده بموجب حكم يقره القاضي وبيفرض على الزوجة أو المطلقة إن هي تمكنك من إن أنت تشوف أولادك في أحد النوادي. وده على فكرة المحكمة مش بتعتبره إنه حق للأب فقط، ولكن هو حق في الأساس للطفل وسلامته النفسية، بمعنى إن الطفل يكون ليه الحق إنه يشوف أبوه زي ما بيكون مع والدته وفي حضانتها. وناس كتير فاكرة إن حق الرؤية للأب فقط، ولكن القانون نظم الجزئية دي وقال إن حق الرؤية للأب أو الأم في حالة إن الحضانة أو الطفل مع الأب، وكمان الجد والجدة. وده علشان حاجة مهمة جدا وهي الترابط الأسري. فكل جد وجدة بيسمعوني ليهم حق إنهم يشوفوا أحفادهم، وده بموجب دعوى الرؤية. طب نيجي لجزئية مهمة جدا وهي إن دعوى الرؤية إمتى تتقبل، أو بمعنى أصح لو أنا عايز أعمل كده أعمل عن طريق إيه؟ طريق دعوى الرؤية. طيب دعوى الرؤية هل مجرد ما برفعها بتتقبل على طول؟ لا طبعا، ليها شروط معينة. الشروط إيه هي؟ الشروط أول حاجة وجود نزاع حقيقي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأم أو المطلقة أو الحاضنة رفضت فعلا إن هي توريك الأطفال أو الصغار. كمان لازم يكون ليك صفة، بمعنى إن أنت لازم تكون أب أو أم أو جد أو جدة. فالنقطة دي مهمة جدًا علشان القانون حدد الصفة في الأشخاص دي. وبعد كده بنلجأ لمكتب التسوية، ومكتب التسوية هو بيقوم على حل النزاع، بيحاول إنه يحل النزاع قبل ما يوصل للقاضي. لكن في حالة فشله لحل هذا النزاع، اللي هو فشل إن أنت تشوف أطفالك، ففي الحالة ديًا بيرفع الأمر لقاضي الموضوع، اللي هو بيبت في موضوع الرؤية. طب نيجي لسؤال مهم جدًا، وهو إن إحنا بنشوف الأطفال فين؟ المحكمة مش بتسيب الموضوع كده، المحكمة بتشوف مكان آمن للأطفال وقريب منهم، يعني يكون مثلًا نادي أو مركز شباب أو حدائق عامة يبقى موجودين فيها موظفين بيثبتوا حضوركم وعدم حضوركم، علشان يمكن الأب والصغار من الرؤية. وده بيبقى في حدود 3 ساعات في يوم واحد أسبوعيًا، يعني بيبقى ليك يوم واحد غالبًا بيبقى يوم الجمعة والسبت، علشان القاضي بيراعي ظروف الدراسة الخاص بالأطفال. ونيجي لأهم جزء وهو إن الحكم الرؤية ما اتنفذش. في الحالة ديًا الأم أو الحاضنة مش بتتعرض لأي عقوبة. طبعًا لازم نوضّح إن في الحالة دي هي بتتعرّض لعقوبات كتيرة. أول حاجة لازمًا نثبت الموضوع ده، نثبته إزاي؟ نثبته عن إنّك أنت لمّا بتروح النادي أو مركز الشباب بتثبت عند الموظف الموجود هناك إن الأم أو الحاضنة لم تحضر، وكمان بنبعت لها إنذارات إن هي امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، واللي بناءً عليه بنثبت سوء نيتها في حالة عدم حضورها. وده اللي بيترتب عليه إن إحنا بنرفع دعوى إسقاط الحضانة، بمعنى إن الأم دي بتكون حاضنة، أي الأطفال في حضانتها، فالقانون بيحرمها من هذه الميزة وهذه الخاصية علشان هي ما نفذتش حكم الرؤية، وتعندت للإضرار بالأب والأطفال. والأكبر من كده إن هي كمان ممكن تتحبس، وكمان ممكن ترفع عليها دعوى تعويض لأنها أضرت بيك وأضرت بالأطفال. فزي ما قلنا دعوى الرؤية مخصصة للأطفال إن هم يشوفوا أبوهم أو
الأم أو الجد أو الجدة زي ما بينا الأشخاص المعنيين بدعوى الرؤية. فالإضرار بالأطفال وحرمانهم من إن هم يشوفوا الأشخاص دول للأسف بيسبب ليهم أضرار نفسية، ويحق ليك إن أنت تطلب تعويض من الشخص اللي سبب لك الضرر دوّة، وهي الحاضنة أو الأم. القانون المصري وقانون الأحوال الشخصية هو حلقة ميزان بين حقوق الأب وحقوق الأم، وحلقة وصل علشان يوصلوا بينهم وبين الأطفال. فالتعنت وإساءة استخدام القانون بيعرّضك أو بيعرّضِك للمسؤولية القانونية. وكمان برضه في رسالة مهمة جدًا، وهي إن كل أب زي ما كل أم ليها إن هي تشوف أولادها وليها إن يكون أولادها معاها، كمان الأب بيحتاج إن هو يشوف أولاده، ودي حاجة مهمة جدًا لازمًا تراعيها علشان نفسية أولادِك قبل نفسية الأب. وأخيرًا الدراما المصرية بتاعتنا اهتمت بالموضوع ده وطرحته في شكل وعمل درامي جميل في مسلسل أب ولكن. قُل لي لو حابب أشرح لك حاجة تاني أو أوضّح لك حاجة تاني، اكتب لي في التعليقات أو ابعت لي على الخاص، وإن شاء الله هنشرحها ونوضّحها مع بعض. كان معكم كريم عيد، سلام.